لكن انت راك غالق الحدود مع المغرب منذ كم؟ منذ 31 سنة، منذ أوت 94، وراك زدت غلقت الأجواء وما فيش طيران مباشر، والمفروض ما فيش، المفروض قط ما يفوتش ما بين الحدود. الجيري لونس استراتيجي أنتي دروغ. الثالثة، حاجز قرابة 52 كيلوغرام من الكيف المعالج مصدره المغرب. في هذا الوقت خرج ما يسمى بالوزير الأول وتحدثوا على، وفي جرائدهم هاي وحدة، حرب شاملة على المخدرات. الثانية، الجيري لونس استراتيجي أنتي دروغ. الثالثة، حاجز قرابة 52 كيلوغرام من الكيف المعالج مصدره المغرب. إقرار عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام ضد أرباب المخدرات. اهتمام رئاسي بالتصدي لآفة المخدرات، وقاية، علاج وردع. العرباوي، انتشار السموم يشكل تهديدات جسيمة. صحة النوم. جريدة أخرى، إخضاع تلاميذ المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية لتحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات. العرباوي، أطراف تتخذ من ترويج المخدرات سلاحا للمساس بأمن الجزائر. وهكذا يعني كثير من جرائدهم طبعا يعطوهم تعليمات، يقولوا لهم هاوش تكتبوا، هاي الفكرة، وكل واحد يحط العنوان اللي يراه. مرات يكون نفس العنوان باش تعرف باللي واش يسموه رئيس تحرير واحد موجود في بن عكنون. بكل عزم ويقظة تقف الجزائر بمؤسساتها سدا منيعا في وجه آفة المخدرات، مستنفرة كل الجهود للتصدي لمحاولات الإجرام الرامية إلى ضرب تماسك المجتمع الوطني. وبتوجيهات من رئيس الجمهورية اعتمدت استراتيجية وطنية متكاملة تقوم على مقاربة متعددة القطاعات. إن هذا الحرص الرئاسي نابع من الإدراك التام للتهديدات التي يشكلها انتشار هذه السموم في مجتمعنا، بالنظر إلى ما تفرزه من أمراض وعلل اجتماعية وأضرار اقتصادية، ولعل ما يزيد من هذه الخطورة هذه التهديدات ارتباطها بالسياسات ممنهجة لبعض الأطراف التي صارت تتخذ للأسف من الترويج للمخدرات ورعاية تهريبها سلاحا للمساس بأمن واستقرار الدول. تعديلات عميقة ومرونة تشريعية تتجاوز. مازال يشكاو من الأطراف الخارجية. طيب خلاص، راك قلت لنا بالأطراف الخارجية وراهم يحاربوا فيك وراهم يبعثوا لك في المخدرات، رغم أن هذا الكلام فيه كثير من الأخطاء وفيه كثير من المبالغات وفيه كثير من الأشياء اللي مش صحيحة، لكن خلينا نقولوا باللي واش راكم تقولوا صحيح. وراكم في القصد الرئيسي أن هذه المخدرات تجي من المغرب، والمخدرات تجي من المغرب أكيد. يعني هما الآن زراعة الحشيش أصبح قانوني وما عندهمش مشكل، وقد يأتي من المغرب. لكن انت راك غالق الحدود مع المغرب منذ كم؟ منذ 31 سنة، منذ أوت 94، وراك زدت غلقت الأجواء وما فيش طيران مباشر، والمفروض ما فيش، المفروض قط ما يفوتش ما بين الحدود. لماذا ما زالت تدخل المخدرات من المغرب حسب ما تقولون؟ وإحنا عارفين أنها تدخل من المغرب، إحنا عارفين أن الكيف يدخل من المغرب والمهلوسات تدخل من الجزائر للمغرب، أنا عارفين هذه، وأن البارونات الجزائر وبارونات المغرب يقومون بنشر السموم في البلدين، نحن نعرف ذلك، وهذا دور يقوم به كل البارونات. هل وراه جهة رسمية في المغرب؟ ممكن. هل المهلوسات وراها جهات رسمية في الجزائر؟ ممكن. لكن خلينا نبقاو بما هو معروف. انت حط أكثر من 100,000 عسكري على الحدود مع المغرب من وهران إلى بشار،
وحافر الخنادق وواضع الكاميرات وواضع السياج الكهربائي، كل شيء مغلوق. كيفاه مازال تدخل المخدرات؟ كيف؟ وفي الحقيقة شرحها لنا، وكاين شهادات أخرى، لكن كان شرحها لنا بونويرة بالألف باء باختصار بسيط. لأن اللي يشرفوا على الحدود كبار العقداء في الدي سي اس ا وفي الدرك، كبار ضباط يفتحون الطريق ويبيعوا الطريق إلى اللي يحب يدخل المخدرات أو يخرج، معروف. ونعرفوا أن القايد صالح في صيف 2018 بعد تفجر قضية الكوكايين اللي أدت إلى بداية انهيار العصابة خاصة الجنرالات، ثم جاء الحراك وسع الانهيار، كان اعتقل 31 عقيد ما بين الدرك وما بين المخابرات العسكرية، يعني كانوا متورطين في المخدرات. خلينا من اللي طردهم، هذو كانت أعداد أكبر. بونويرة يشرح يقول باللي كان هذا بعلم شنقريحة، وأن قايد صالح كان سيضعه في السجن مثل ما وضع عبد الرزاق الشريف، سعيد باي، مناد نوبة وآخرين، ومن بعد حتى عبد الغني الهامل رئيس البوليس. أي أن المشرف العام على دخول المخدرات هم كبار الضباط، وما دام كبار الضباط هم اللي متحكمين في البلاد، فإن لها لا استراتيجية رئيس الوزراء ولا الرئيس ولا ترامب، كون يجي ترامب، كون يجي أفضل حاكم في العالم باش يدير الجزائر وانت عندك حكم عسكري من الخلف هو اللي ماسك الحدود، ما تقدر تدير ولا شيء. علاش الشعب يقول دولة مدنية مش عسكرية؟ باش العسكري يكون تحت قرار المدني. كي نقول القرار المدني ما تشوفوش تاع فلان والارندي وبن قرينه، لا هذوك راهم حثالة المدنيين. المدني الحقيقي اللي نابع من الشعب الجزائري، اللي الشعب يختار من ابنائه والشرفاء، العلماء اللي عندهم اخلاق، اللي عندهم دين، اللي عندهم ثقافة، اللي عندهم تعليم، اللي عندهم أشياء كثيرة قد تتوفر فيه مجموعة من الشروط، مش كل الشروط أسيدي. هذا هو اللي يقدر يدير البلاد، وفيه الرقابة الشعبية، وفيه رقابة البرلمان، ورقابة القضاء، ورقابة الصحافة. أما الآن كل شيء مزور، ولذلك لن تستطيعوا أن تحلوا أي مشكلة. مع ذلك أنا نظرت شفت ما يسمى بالخطة وطلعت عليها، يسموها خطة 25-29، فيها كثير من الأخطاء المبتدئ ما يديرهاش. مركزين فيها على الجانب القمعي، مركزين على الجانب القمعي بما فيها للمدمنين. المدمن راه ضحية، المدمن مجرم وضحية، لكن جانب الضحية يغلب عليه أكثر من جانب الإجرام، لأن بما إنفوا يولي دروغي، إنفوا يولي خلاص مدمن، خلاص راه أصبح ضحية. فالمفروض أن المدمن هذا لا يعاقب، إنما يعالج. تبقى تعاقب في الصغار وتسكت على الكبار، هذا ما يمشيش. إذن خطة فاشلة كخططهم السابقة، لأن هذه تاع مكافحة المخدرات عندنا 40 سنة وحنا نسمعوا عليها. حتى لما كانت الجزائر في الثمانينات ما زالت الأمور وما كاش مخدرات بالفعل الحقيقي شوية، يعني كنا نسمعوا دائما خططهم فاشلة. مرات كثيرة باللي كثير من الناس قالوا لي باللي مرات لما لا بوليس ولا البياري ولا العسكر ولا يلقاو مخدرات عند تجار يدوها لهم ويقول له روح، يروحوا ويدوهم المخدرات. للأسف كثير من عناصر الشرطة والدرك راهم دروغي بكل أسف، والمخابرات راهم يتعاطاو. وين رايحين؟ من سينظف؟ من يحمي؟ يجب تغيير جوهري، يجب إعادة صياغة الأجهزة الأمنية، العقلية الأمنية، القضايا الأخلاقية، يجب إعادة صياغات متعددة.
للمجتمع باش نقدروا نقضوا على كثير من الآفات، ونستطيع. كاين بلدان كانت في وضع أسوأ منا واستطاعت أن تخرج من هذه المحن. لا أريد أن أطيل عليكم كثير، كاين مواضيع أخرين لكن ربما نخلو نهار واحد آخر. لكن أريد أن أجيب على رسالة كانت وصلتني اليوم أيضا من أحد الأفاضل، وفي الرسالة نتاعو